النهارده يوم عزومه يعني، فيوم العزومه بتاعتنا احكي لكم الحكايه في الفيديو. بس انا قررت النهارده العزومه هتكون موجوده النهارده، وهناكل انا وعلي سمك وجمبري، والولاد طبعا ما لهمش في الاكله دي، كل واحد هيطلب اللي هو عايزه. فبس دي هديه الام نور جايبها لي اهي. وعايزه اقول لكم كمان انا جالي هديه عيد بس مش من حد من ولادي، ومن حد انا ما اعرفوش خالص، ما اعرفوش شخصيا، بس انا بتعامل معاه تقريبا كل اسبوع بنطلب منه حاجه. ثواني. صيدليه الطرشوبي، شوفوا بعتين لي ايه، فيريرو روشيه. بس يا ترى دي حقيقيه بجد؟ تصدقوا والله حقيقيه مش تقليد. بصوا بقى، بصوا الجمال. طالبين منه اوردر امبارح، فطبعا انتوا عارفين بقى الادويه والحاجات دي يعني، فاكيد الهديه دي مش ليا لوحدي، لماما هي بتحبها، هديها لماما عشان هي بتحبها. يلا كل سنه وانتم طيبين. والله بقى علشان نعمل ايه، بابا غنوج جبته جاهز اصلا. بابا غنوج هعمل ايه، هعمل بس كوبايتين رز عشان انا اللي هاكل انا وعلي وماما، بس هناكل السمك، فهعمل بس كوبايتين رز. وانا دايما بعمل الرز بقى ايه يعني لازم انقعه، فانا هنقع كوبايتين من الرز. وده رز سايب عادي، بس انا بحطه في العلب او في البرطمانات بتاعه الرز البسمتي، بحب كده احط كل كيلو لوحده، وهحط عليه ميه واسيبه بقى منقوع شويه. كان عندي قطايف من امبارح بس كانت في التلاجة، فقلت بقى ايه اعمل كنافه بالمانجا، ويا ريتني ما عملتها، هتعرفوا الحكايه في الفيديو. بصوا بقى، انا جبت كنافه من الفريزر وبعدين بفتتها بالشكل ده كده، وبعد ما فتتها احط عليها شويه سكر بودره وزبده، وفاتحه الفرن على درجه حراره 180 او 200، وهدخل الصينيه دي الفرن. بس بعد ما فتتها حطيت السكر زي ما انتم شايفين، وبعدين احط الزبده واخلطهم مع بعض كويس وادخلها الفرن. العزومه دي بقى يا ولاد ايه، العزومه دي عامه الولاد، هي قاعده بره وبتعزم كل العيله، كل واحد في بيته، هي اللي بتتكلف في العزومه. فقالت السنه دي كل واحد ياكل الاكله اللي عايزاه، فانا وعلي بنحب السمك، الولاد مش بيحبوه، فهم ياكلوا اكل من بره. نور يطلب بيتزا، وفرح طلبت فراخ. وانا بقى دلوقتي بعمل عصير. ده العصير ده لينا احنا الاربعه طبعا، وماما برضو هعمل لها عصير، بس هي مش عايزه برتقان، فانا هعمل لها عصير تاني علشان بس مالح وكده، في موالح وكده، وهي يعني المفروض ما تاكلش موالح لان عندها كده حاجه معينه كده، فما ينفعش تشرب عصير برتقان. فالبرتقان طبعا ده مغسول، وبعدين قطعته انصاف كده وبعمله في العصاره. وبالمناسبه العصاره دي اللي انا فزت بيها يوم ما عملت البسبوسه وبلح الشام، والشيف حسن دقهم واداني العصاره دي هديه في المسابقه. فانا بعصر كده البرتقان وببتدي ان انا احط في الكوبايات، وهدلع بقى الكوبايات او الكاسات دي مقطعه شرايح من البرتقان، وهبتدي ان انا اعمل فتحه كده في كل شريحه واحطها على الكاسات، وهسيبهم بقى على جنب. وتعالوا نشوف الحاجه اللي بعد كده اللي انا هعملها. انا هعمل الرز، طبعا الساعه كانت 5، فقلت بقى لما اعمل الرز. والبرتقان طبعا انا عصرته من قبلها، كان المفروض اعصره يعني قبل الفطار بربع ساعه ولا حاجه، بس انا استعجلت عليه وفايدته كلها راحت انا عارفه، بس مش مشكله. رز السمك بيتعمل بزيت، بس انا حبيت اعمله بسمنه بلدي على شويه زيت. وحطيت طبعا الملح على الميه وهسيبها تغلي، وبعد كده هنزل بالرز اللي انا غسلته وصفيته، وهسيبه بقى لغايه لما يتشرب الميه. وتعالوا نطلع الخضار بتاعتنا علشان هنعمل السلطه تقريبا بعملها في الاواخر. هطلع بس الطماطم والفلفل والخيار وكمان الجرجير، هحط بقى الحاجات دي في التلاجة. وطلعت ليمونه بس عشان السلطه. قلبت الرز بعد لما اتشرب الميه، وهوطي عليه النار واسيبه بقى يستوي على نار هاديه. وتعالوا نشوف الكنافه بعد لما احمرت من تحت، هقلبها على الناحيه التانية واقلبها، وبعد كده هدخلها الفرن تاني عشان تاخد اللون الذهبي الحلو. والحقيقه الوقت ما اسعفنيش خالص، ما لحقتش اكمل الوصفه بتاعت الكنافه. بعمل بقى السلطه بقطعها، وفرح اخدت الكوبايات وهتخرجها بره، اخدت الكوبايتين وهتخرج التانيين دلوقتي. وانا بقطع السلطه. عايزه اقول لكم على معلومه، بس لو عندكم كاتنج بورد اللي هي لوحه التقطيع، لازم تكون حاجه للحمه، يعني كاتنج بورد للحمه، كاتنج بورد للسمك، كاتنج بورد للخضار. فدي بتاعه الخضار بقطع عليها السلطه بالشكل ده كده. وقطعت الخيار والفلفل والطماطم والجزر هبشره عشان علي بيحبه مبشور، انا بحبه قطع
فكنت هقطعه، بس علي بيحبه مبشور، فقلت بقى ابشره. لو كان الولاد هياكلوا كنت هقطعه، بس علشان بس علي بيحبه مبشور النهارده، فقلت السلطه دي ليا انا وعلي بس. والسلطه بتاعت السمك انا دايما بحب فيها بصل، فهعمل طبق لعلي من غير بصل، والطبق بتاعي هحط فيه بصل. قطعت البقدونس بقطعه على 4 اجزاء علشان اقطعه مره واحده. بصوا قطعته 4 اجزاء كده، وبعدين اقطعه مره واحده، وعشان تدي طعم حلو للسلطه بتحطي فص توم كده صغير وبتهرسيه وبتحطيه. بتملحي بقى السلطه بالملح، وكمان بتحطي ليمون، لو عندك زيت زيتون ممكن تحطي، بس علي مش بيحب الزيت قوي، مش كل مره بحط زيت على فكره على السلطه. بشرت الجزر وكل ده، والسمك لسه ما جاش ولا اكل الولاد حتى جا، وحضرت الفطار وكل حاجه، وهقول لكم بقى عملنا ايه لما الفطار اتاخر علينا. كان يوم غريب النهارده، مش عارفه كل يوم بيبقى اغرب من الاول، وكل يوم بيحصل لي حاجه غير الاول خالص. بعد ما بشرت الجزر وخلصت كل تقطيع الخضار، غسلت الطبق ده وشلت كل حاجه فيه، وبعدين رجعت السلطه تاني علشان بقى اعصر الليمونه واحط الملح، وعصرت الليمونه بالشكل ده كده. وتعالوا عشان نحط شويه الملح. هحط الملح وهقلب السلطه، وبكده تكون السلطه بتاعتنا خلصت. تعالوا بقى نحط نص السلطه دي في الطبق ده علشان علي، لانه طبعا بيروح الجامعه فما بيحبش ياكل بصل، ولو اني حاطه فص توم، بس فص توم خبيث صغير كده. البصله بقى بقطعها، بحب البصل الاحمر قوي يعني كمان. فاحط بقى البصل ده على السلطه بتاعتي واحطها في الطبق بتاعي، واقلبها تقليبه كده واحطها في الطبق. وتعالوا نحط بقى كمان الجرجير في الطبق الكبير ده، ونحط الحاجات على ترابيزه السفره. بس عايزه اوريكم بقى كمان علي جاب لنا عرقسوس، فاخدته. اخو جوزي على فكره اللي بيعمل العرقسوس ده محمد، فهو بيعمله حلو قوي. شوفوا بقى الرغاوي الحلوه دي، ولا بياع العرقسوس يعمل كده. طلعت الكنافه في اللحظات الاخيره، كانت الساعه 6 إلا 5، قلت والله ما هينفع، والله ما هتكمل، ما عنتش خلاص مش عامله حاجه. حطيت بس عليها السيرب وقلبتها، وطلعت المانجا، وقلت خلاص مش هتنفع الوصفه دي النهارده، خلاص ناجلها بقى لبكره وخلاص. فبكره ان شاء الله هنشوف هنعمل ايه في الكنافه دي. حطها في التلاجة بقى. تعالوا نغرف الرز. كنت بغرف الرز في الوقت الضايع، السمك ما جاش، فقلت هجهز الاكل وخلاص، وهنفطر على التمر، هنشرب العصير، ناكل السلطه على لما السمك يجي واكل الولاد كمان يجي. ما جاش، وسبحان الله التلاتة جم ورا بعض. بس اول حاجه جت اكل فرح الاول، وقعدت تاكل معانا. احنا بقى انا وعلي قعدنا ناكل السلطه. الفجر الاذان كان اذن بتاع المغرب، ودي كانت الترابيزه، وكل واحد مستني بقى مش راضي يجي على الترابيزه لغايه لما على السفره، يعني لغايه لما الاكل يجي. فخلاص احنا فطرنا على تمره، وبعدين قعدنا ناكل بقى. انا قعدت اكل السلطه وعلي يشرب العصير، وبعدين قعد ياكل الرز وياكل السلطه. فانا قلت له علي قوم صلي المغرب على لما السمك يجي، لان عارف علي لو اكل كل الرز بتاعه مش هيكمل اكله ومش هياكل سمك. قلت له طب قوم صلي المغرب وعلى ما السمك يجي. فقام يصلي المغرب وسمع كلامي، اكل نص الرز، وهو بقى قاعد يصلي المغرب، وانا قعدت اكل لان انا مستنيه السمك اصلا. وبعدين انا اشوفه بقى انا شطوره ازاي، بصب العرقسوس ازاي، ولا اجدع بياع عرقسوس اصلا. السمك جه، فنور كان بيفتح للاتنين الدليفري اللي هو بتاع البيتزا بتاعه، ما صبروش انهم ياكلوا بيتزا مني، طلبوا البيتزا. يعني نور طلب البيتزا. ده بابا غنوج، انا ما عملتوش برضو، اشتريته جاهز مع السمك. وجبنا جمبري. الجمبري بصراحه يعني عايزه اقول لكم استغفر الله العظيم يا رب، اي جمبري باكله من بره انا مش بحبه. الخلطه بتاعته ما فيهاش توم وما فيهاش، عارفين الليمون والشبت وبقدونس، والطعم ده مش موجود خالص. حاطين بصل وطماطم وفلفل، طعم مايع كده. عايزه اقول لكم ان علي اصلا ما بيفصص لنفسه السمك، بس انا قلت له احنا في الصيام بقى النهارده، فانت اكيد هتفصص لنفسك. فقعد يفصص نفسه زي الشاطر، وانا كمان فصصت لنفسي. وبس يا ولاد، هو ده كان فطار النهارده. كل يوم مفارقه غريبه وحاجه اغرب من اليوم اللي قبلها، بس الحمد لله عدى على خير. اهم حاجه ان احنا فطرنا على التمر وشربنا العصير وكلنا شويه سلطه، وبعد كده كملنا اكلنا عادي. وكل سنه وانتم طيبين، وربنا يجعله عامر. رشا الشام.